سلام الله عليكم أحبتي الكرام متتبعي الأوفياء، أتمنى أن تكونوا بألف خير. كيف حالكم مع هذه الحرارة العالية جدا؟ صراحة هذه الحرارة خصها مشروب مثل هذا المشروب اللي راكم تشوفوا فيه، مشروب الطاقة، مشروب السحري، المعجزة، مشروب ماذا؟ هيا قولوا لي اسم هذا العصير. إنه عصير الخروب الصحي اللذيذ المفيد لكل الجسم. بدون إطالة تفضلوا مباشرة إلى طريقة تحضير هذا المشروب السحري الرائع. ليست عليه من قبل في بداية الفيديو. تحبوا تشريو 20 أو 30 كمية اللي باغيين تخدموها في العصير. نجيبو هنايا الصحن، نقوم هنايا بفرمه إلى قطع صغيرة. او ماي جاد يابس جدا. يا إلهي، وي ها، شوفوا البذرة اللي راهي في هنا في الخروب اللي ما يحبوش راه راطع، باسكو عنده فوائد كبيره كما قلت لكم: تقويه المناعه، تسهيل الهضم، يمنع ايضا القرحه المعديه، يقوي العظام، عنده فوائد لا تعد ولا تحصى. اللي يحب يطحنوا في هذيك الطحانه تاع سبيسيال هذا الخروب ولا الجلجلان، يخرجوا لكم رطب مليح، وتصبوه تعملوه هكا قطع وطيبوه. استعمل السكين معي، نوضعوا المي ونغسلوه مليح هكا تنحى هذيك الغبره. نجيبو مصفات، راني غسلته ووضعته هنا في المصفات. نجيبو الان كاس الماء هكا، نجيبو هنايا حوالي 1 لتر ماء يكون صالح للشرب هكا. نضيف اليه كاس سكر. اللي ما يحبوش السكر يقدروا يستغنوا على السكر. هنا اللي ما يطيب نضيفوا له يعني المتوفر عندكم عسل تفاح او دبس تمر او العسل الحاره. نوضعه الان على النار نخليوه لمده 20 دقيقه. شوفوا هنا بعد ما خليته مده نصف ساعه كامله ونقصت له للنار. انا قلت لكم 20 دقيقه ولكن لقيت اللون مازال ما تحصلش على اللون المطلوب. خليته 30 دقيقه ونقصت له النار، زدت له 15 دقيقه، معناها راهي 45 دقيقه كامله. نخليوه حتى يبرد. اكيد قبل ما يبرد نوضعوا له هنايا ملعقه عشاء دبس التمر. هذه اختياري، اذا كان عندكم عسل الشفاء ولا حتى العسل الحاره وضعوا العسل الحاره ولا عسل الشفاء اللي متوفر عندكم. هو ساخن نوضع له هذا العسل هكا، نحركو ونخليوه حتى يبرد مليح. نحطو هذه الفواره ونوضعوه في الثلاجه. ما توضعوش في الثلاجه مباشره لانه غيفسد لكم هنايا الثلاجه من هذا البخار. شوفوا راه كي دايره يبرد. نوضعوه هنا في الثلاجه يبرد لنا، لان رانا في فصل الصيف ونحتاجو المشروبات بارده. راهي دابت معايا العسيله. بالنسبه هنا للعسل دبس التمر استعملوا النوعيه هنا الجيده. اذا متوفر عندكم ايضا دبس الخروب، المره القادمه ان شاء الله راح نحضر معاكم دبس الخروب. خليوه يبرد هكا. بعد ما برد معايا المشروب دوك نجي نصفوه في المصفاة. بسم الله. هلا يعني خليت هنا الخروب ما صفيتوش قبل ما يبرد، كيفاش تبدل اللون. بيجي هنايا اللون يكون غامق، يعني حبيت نوصل هذا اللون الرائع جدا. شوف هاد المصفاة يكون هنا مطبوخه جدا، ما هبطش معاكم هذاك حرافيش. اوكي دوكا نجيبو هنايا.
الزجاج. بسم الله. شوف اللون ما شاء الله جاي بزاف هايل. واو. نجيب الكواب الآن. قبل ما نوضعو هنايا المشروب في الكواب نوضع هنايا قطعة ثلج. هاي سارعين توابا مع هاد الجو الحار. اكيد هنا هاد المثلجات بيكون الماء صالح للشرب. راه العصير كنشربوه مع العصير مع شو هكا نضعو. بسم الله. يا عيني اي ما شاء الله. فيري ديليشيوس، رائع جدا. انا ذقته ما قدرتش نصبر، راه بزاف بنين. فوق البنه هذه راه عنده فوائد عظيمه جدا، ومن الافضل ان تشربوه صباحا قبل الفطور، غيفيدكم بزاف القولون العصبي. والآن خلينا نقول لكم ما تنسونيش أحبتي بالإعجاب بالفيديو، وأيضا تعليق على هذا المشروب السحري المعجزة. لا تنسوني بتعليقاتكم المحفزة دائما في كل الوصفات، وإلى الملتقى في وصفات أخرى. Goodbye.